كارفاخال مضغوط عليه كارفاخال يخسر كرة خطيرة على الريال يمشي اوكامبوس هذه خطيرة من اوكامبوس ممتازة جدا ايفان راكيتيتش والجول ايفان راكيتيتش يخرجها بعد ما يصلحها كارفاخال يصلح غلطه الكبيرة وهدف محقق يضيع على الفريق الاندلسي مازال يمشي اوكامبوس ويتصدى كيبا دقائق صعبة على ريال مدريد لحظات عسيرة على ريال مدريد بعد خطأ من داني كارفاخال هذه كرة ممتازة كرة جول والهدف الأول لا مش ممكن كيف ضاعت الكرة من جبريل سو يقدر كرة التقدم فرصة أخرى لإشبيليا يمشي بالكرة توني كروس هذه خطيرة للميرينجي يمشي توني كروس خطيرة وخرجها راموس وهي في طريقها لمعانقة الشباك كرة ملعوبة طويلة في ظهر الدفاع خطيرة والحارس يتصدى الحارس نيلاند يوقف كرة 1-0 بيلينغهام شواميني كرة تمشي لريال مدريد خطيرة رودريجو وكرة كبيرة ضاعت على ريال مدريد أخطر كرات الشوط الثاني ومن أجمل لقطات المباراة للريال كرة ممتازة دارت على أكثر من لاعب كرة الفريق المحلي خطيرة من أكونيا والحارس كرة المباراة اوكامبوس وكيبا ممتاز انتهى الكرة مرة أخرى من اللاعب أكونيا خطيرة والحارس والهدف يضيع والهدف الأول 1-0 عن طريق انسيري يوسف انسيري يسجل في مرمى كيبا الريال برشا حسابات في هذه المباراة يقبل هدف في الوقت القاتل بعد خطأ كارثي من كيبا خطأ قاتل من كيبا في الدقيقة 74 في وقت قاتل يوسف انسيري يسجل هدف الافتتاح بخطأ قاتل من الحارس كيبا يمشي الريال في كرة خطيرة والتعادل ما زالت المباراة وما زال الميرينجي الريال من كارفاخال الريال بكارفاخال لن يخسر في الأندلس يا نيلاند هدف التعادل من الميرينجي هدف التعادل المباراة تتحل في الربع ساعة الأخير سوماري يحط الكرة لفان راكيتيتش كرة مرفوعة أكونيا مرة أخرى بالراس والحارس يطير طيران يتألق كيبا توني كروس هو اللي يشوط توني كروس والحارس يتصدى نيلاند وخلاص مباراة القمة انتهت تعادل تقدم اشبيليا وتعادل ريال مدريد عن طريق اللاعب كارفاخال النقطة 9 للفريق الأندلسي والنقطة رقم 25 الريال يبقى متصدر أمام البارسا قبل كلاسيكو السبت القادم هذا مؤكد ولكن السؤال بأي فارق من النقاط لجهازك وهي ضرورية لأي جهاز كمبيوتر أو لابتوب وهو الأنتي فيروس. كتير مننا بيدوخ في حوار الأنتي فيروس ده وناس شوية بتروح لبرامج وناس شوية لبرامج شوية لو برنامج لقيناه كويس مش بنلاقي السيريال بتاعته متوفرة أو مفاتيح أو الكلام ده كله بس في نسخ مجانية بتنزل لبعض البرامج مش بتبقى برضو بنفس كفاءة وقوة البرامج المدفوعة أو اللي هو بيبقى ليها سيريال. طيب في برنامج طبعا كلنا عارفينه واغلب الناس متفقين ان هو برنامج جيد جدا وهو ESET تمام النود ده معروف جدا لاغلبيه الناس في مميزات كتيره ان هو بيبقى خفيف على الجهاز بس ما بيسيبش اي حاجه تعدي منه
من البرامج الكويسه. بس برضو من مشاكله الرئيسيه وهي السيريال او المفاتيح، الكيز بتاعته مش كتيره ومش بتبقى متوفرة، ولو بينزل مفتاح فهو بينزل لفترة قصيرة 20 يوم 30 يوم، وممكن مع اي ابديت يتعرف فبيروح. طيب احنا اولا مبدئيا هنحاول نلاقي طريقة او حل مؤقت ومش حل دايم علشان تقدر ان انت تستفيد بيه لاطول فترة ممكنة. اول حاجة انت هتعمل تحميل البرنامج عشان تنزل احدث نسخة. هتدخل عادي على جوجل وتكتب تحميل برنامج ESET وتفتح او تدوس على اول حاجة هتظهر لك. بتيجي هنا عند منتجات المنازل وبتبدأ تشوف ايه الاوبشنز. انت هيبقى في اول اختيار، سيبك من كل اللي تحت ده الاندرويد وحاجات تانية دعم. هتيجي تختار حماية متقدمة، ده عموما اللي انا مجربه وشغال بيه. تمام، ما جربتش الحقيقة الحماية الاساسية او القصوى، على طول شغال بالحماية المتقدمة. تمام، بدوس عليه وعلشان اعمل له داونلود بنزل هنا تنزيل نسخة تجريبية مجانية مدتها